ايوه انت اللي بتشوفني دلوقتي في الوقت اللي اكبر مشكله عندي وعندك اننا ممكن نتشالوا من بطاقه التموين. اكبر مشكله عند محمد صلاح يروح الدوري التركي ب 15 مليون يورو ولا يروح الدوري السعودي ب 20 مليون يورو. اكبر مشكله عند امام عاشور ان يقبل عرض الاهلي الضعيف جدا اللي بيصل ل 50 مليون في السنه ولا يرفض ويروح السعوديه العقد ابو 200 مليون في السنه. بقول لك الكلام ده مش حقد ولا غل على اللعيبه، دي ارزاق ربنا يديهم كمان وكمان. لكن نصيحتي ليا ولك ان احنا نخلوا الكره ديت اخر حاجه نفكروا فيها، ان انا وانت ضحيه كره القدم، ان احنا ممكن يجيلنا القلب والسكر والضغط بسبب تشجيعنا لكره القدم وما بناخدوش اي حاجه منها. احنا اللي بندفعه، لو ما دفعناش فلوس بندفعه من صحتنا، بندفعه من وقتنا، تشجيع ودعم للفرق اللي بنشجعوها واللعيبه اللي بنحبوها. مش غلط، ولكن ما تخليش العمليه تأفور معاك، ما تخليش العمليه تاخد طريق غلط معاك. الكره في النهايه لعبه، الكره في النهايه ترفيه، خدها في موقعها وفي وضعها الطبيعي. تزعل ساعه بعد الماتش او تفرح ساعه وخلصنا وانتهينا. ده اللعيبه نفسها بتطلع تلعب وتسهر وتضحك، ده اللعيبه نفسها خدت مليون جنيه من نجيب ساويرس وخدت عربيات وخدت حفلات وخدت كل حاجه رغم انهم خرجوا من دور ال16 عادي يعني. يا راجل ده حصل عركه بيننا وبين ناس في مصر نشجعوا اسبانيا ولا الارجنتين، واللي شجع اسبانيا فكر ان عمل انتصار واللي شجع الارجنتين فكر انه عمل انتصار، رغم ان العمليه قريبه قوي من بعضها. اصل ميسي قال اصل ميسي عاد. طب ما يا سيدي احنا لعبنا اسبانيا قبل كاس العالم على طول، ما شفتش اللي حصل في السلام الوطني بتاعنا؟ الجماهير الاسبانيه عملت ايه عادي يعني، ما تاخدش في دماغك. والله شجعت ده شجعت ده، ما فيهاش لا اي انتصار ولا اي حاجه خالص، اللي فيها معروف. في الفيديو ده انا عاوز اوصل لنفسي واوصل لك يا اللي بتشوفني يا مشجع كره القدم رساله واحده: اشغل دماغك ببيتك، اشغل دماغك بشغلك، اشغل دماغك بحياتك اليوميه، وخلي الكرة ديت اخر حاجة في اهتماماتك، لانك انت الوحيد اللي ما بتقبضش منها. اللاعيبة بتقبض والمدربين بيقبضوا والاعلام بيقبض، واللي بيجي لك كل يوم على شاشة التلفزيون بالساعة والاتنين بالليل زي شوبير وابراهيم فايق وغيره وغيره، كل دول بياخدوا ملايين كل شهر. انت ما بتاخدش حاجة خالص. انت لو رحت قدام النادي اللي بتحبه سواء اهلي وزمالك او اي حد مش هتدخل من البوابة خالص، هيقولوا لك بره، هيقولوا لك فين الكارنيه بتاعك. وعشان تعمل كارنيه عاوز لك 100,000 أو 200,000 في السنة عشان تبقى عضو في أهلي أو زمالك. فخد الأمور في وضعها الطبيعي، اوعى يجيلك سكر، اوعى يجيلك ضغط، اوعى يجيلك أي مرض من الكورة تولع الكورة على الأهلي والزمالك على أي حد. صحتك بالدنيا ومحدش هينفعك والله العظيم. مفيش لاعب هيقول ده كان بيشجعني اديله 5 جنيه يتعالج بيها أو يجيب 5 ترغيفة يتغدى بيهم. اسمع مني، ده نصيحة ليا وليك. ربنا يزيد محمد صلاح ويزيد امام عاشور كمان وكمان، دي ارزاق في النهاية. ولكن انا نصيحتي لك كمشجع: بالراحة وخد نفسك.